صباح السعادة والحب والهنا. المتحف المصري من الأماكن الجميلة اللي احنا المفروض ان احنا نزورها. مش بس نزورها زيارة استمتاعية وترفيهية، لا كمان معلومات كتير وحاجات كتير ومعرفة بتاريخنا، والمفروض ان احنا كمان نوري الكلام دوت لولادنا. تعالوا معايا. وفي أول قاعة دخلتها هي قاعة إخناتون. وإخناتون بنقول عليه ان هو أعظم مفكر في الوجود، لان هو قدر يفكر في فكرة التوحيد، ان في اله واحد بس هو اللي احنا لازم نعبده. وعشان كده الملك اخناتون نادى بعبادة التوحيد وعبادة اله واحد، وهو الاله آتون رع اللي هو كان متمثل في قرص الشمس. وطبعا لان الناس كانوا وقتها بيعبدوا الاله امون، فحصلت حروب كتير واضطهادات. فاضطر طبعا الملك اخناتون ان هو ينقل العاصمة المصرية وقتها من مصر القديمة في طيبة اللي هي في الأقصر، نقلها لتل العمارنة المنيا. ده كده غطى تابوت الملك اخناتون. وطبعا الملك اخناتون كان من الأسرة 18 وحكم مصر حوالي 17 سنة. وهو اتجوز الملكة نفرتيتي جميلة الجميلات، وده كان في بداية حكمه، وخلف منها 6 بنات. بعد كده اتجوز واحدة تانية، دي بقى اللي أنجب منها الملك توت عنخ آمون. والتابوت بيعتبر قطعة فنية أثرية فريدة، مصنوع من الخشب المذهب زي ما احنا شايفين، وبيرجع عصره للدولة الحديثة. ومعظم تماثيل الملك إخناتون كانت بشكل ذكوري بجسد أنثوي. علماء المصريات فسروا ده ان الملك إخناتون كان بالشكل ده بيعبر عن ان هو الأب والأم ممتزج في جسد واحد، يعني ان هو كان كأنه أب وأم للشعب، وده طبعا بيديه القوة والحماية والأمان. وبسبب شكل التمثال الأنثوي دوت كان في تفاسير كتيرة تانية حاولوا فيها ان هم يشوهوا صورة الملك، لكن احنا في الآخر بنقول ان التماثيل بالشكل دوت فيها نوع من الفن والجمال والدقة في الملامح اللي ما كانتش موجودة قبل كده، يعني كانت موجودة في العصر بتاع إخناتون بس. شايفين ده الشكل اللي احنا نقصد عليه، اللي هو الشكل اللي من فوق ذكوري وبقية الجسم أنثوي. والملك إخناتون كان في أناشيد خاصة بيه بتشبه كده مزامير داوود عليه السلام. عشان كده بعض العلماء رجحوا ان هو ممكن يكون هو نبي من انبياء الله اللي دعوا للتوحيد. وطبعا احنا قلنا ان هو عنده 6 بنات، دول كده 3 بنات من بناته ميرت آتون وميكت آتون وعنخ آتون. اما ال3 بنات التانيين موجود تماثيلهم في تل العمارنة. التمثال اللي قدامنا ده تمثال ابو اخناتون اللي هو الملك امنمحتب الثالث، وده اتعمل له في عيد السد. وطبعا عيد السد ده كان هو عيد ذو قدسية يعني دينية ايام العصور القديمة. وهنا دي كده نقوش الجدار الغربي لقدس الاقداس والتعديلات اللي دخلت عليها. ده من عصر امنمحتب الثالث لحد عصر رمسيس الثاني تقريبا. كان نفسي احكي لكم تفصيلة كل تمثال وقصته ايه، لان ورا كل تمثال محطوط في قصة كبيرة، في حدوتة كبيرة في التاريخ المصري. طبعا انا مش متخصصة في التاريخ ولا متخصصة في التاريخ المصري القديم يعني، لكن انا محبة له. بحب اشوف تاريخ بلدنا، وبحب اشوف المصري القديم كان عايش ازاي، وايه القصص اللي كانت موجودة، وازاي المتحف ده اتجمع. بصوا انتوا لما هتروحوا هناك هتلاقوا كل تمثال فيه قيمة جمالية، يعني الفنان هيلاقي قيمة جمالية، الانسان اللي بيحب المعلومات هيلاقي معلومات كتيرة. حاول قبل ما تروح برضو، انا الحقيقة يعني حاولت اعمل سيرش كتير على المتحف المصري، للأسف مفيش يعني حاجة تقول ان او توصف التماثيل والاثارات اللي موجوده جوه المتحف المصري. اتمنى ان المتخصصين يعملوا حاجه زي كده، يعني يبقى في لكل جزء في المتحف المصري يكون له مرجعيه على النت، لكن للاسف ده مش موجود. اعملوا سيرش كده وشوفوا
هتلاقوا الكلام ده مش موجود. والمتحف المصري بيعتبر أهم المعالم الأثرية في العالم، لأن هو بيضم أغلب المجموعة الأثرية اللي بتتكلم عن مراحل التاريخ المصري القديم، ومن المتاحف طبعا المهمة والثرية جدا جدا، واللي فيه تقريبا حوالي 150 ألف قطعة أثرية. ده المعروض بس، ده غير طبعا اللي موجود في المخازن ولسه ما تعرضش. وهنا كده ده تمثال من الحجر الرملي الملون لقائد من قادة قوات الجيش المصري القديم حوالي سنة 2000 قبل الميلاد، وكان بيدعى انتف، وكان قائد القوات الجيش في عهد أمنمحتب الثاني مؤسس الدولة ال11. وكان من ضمن برضو ألقابه كان بيلقب الخاتم الملكي، وكان طبعا الصديق الوحيد للملك. ده تمثال للقاء بتاعة الملك أو إبراحور للأسرة 13، معمول من الخشب، طوله 170 سنتي وعرضه 27 سنتي. والقاء دي يعني قرين الملك اللي بتحافظ على عودة الحياة للملك بعد الموت، وكان بيعملوها نفس شبه الملك بالظبط، بس فوق كده في ايدين رافعين للسماء. ده تمثال من الجرانيت الأسود من الدولة الوسطى للأسرة ال12، وكان للملك أمنمحات الثالث، وهو لابس رداء كاهن زي ما احنا شايفين كده. بصوا الدقة في النحت مش طبيعية كانت عند المصريين القدماء بصراحة. ازاي هم قدروا ان هم يتعاملوا مع الجرانيت الأسود والبازلت والأحجار الصعبة جدا جدا دي. وهنا ده راس من الحجر الجيري الملون للملكة حتشبسوت من معبدها بالدير البحري بطيبة، وترجع للأسرة 18. هنا ده نموذج للملك توت عنخ آمون في الدولة الحديثة 1336 ل 1327 قبل الميلاد.
معمول من الخشب والجص وبعض الأصباغ. ده كده زوج صنادل مطعمة مصنوع من خامات متعددة زي الخشب والجلد والذهب، وكان خاص بالملك طبعا توت عنخ آمون. بصوا الجمال والدقة كان بيلبس ايه. وده صندوق خشبي مزين بمناظر الصيد للملك توت عنخ آمون ومعاه الملكة وهو بيصطاد البط والأسماك. حلو قوي. الايه شحات ذكي شحات دافع بالظبط. اتمنى تكونوا استفدتوا بحاجه جديده. ما تنسوش تدعموا القناه وتعملوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناه، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.